السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضراتكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي انا بصوره لك قبل اخر جولة في مرحلة الدوري بتاع الشامبيونز ليج، اليوم التاريخي اللي هيبقى فيه 18 ماتش كلهم مع بعض في نفس الوقت. انا بصراحة مش عارف ليه، يعني مش متابع قوي الفكرة دي. لو انت عارف ايه السبب ان هم كلهم هيتلعبوا في نفس الوقت، يا ريت حد يقول لي برضه، نبقى عرفنا المعلومة دي. في الغالب هينزل لك يوم مثلا على ما اقدر ابلوده وكده، معلش يعني يوم الخميس. بس انا شايف ان احنا جينا في مرحلة كويسة ان احنا نبدأ نقيم النظام الحالي بتاع الشامبيونز ليج والبطولات الأوروبية عموما. النظام ده هل هو نظام كويس؟ هل فيه شيء احسن منه ممكن يتعمل؟ أم، انا هقول لك رأيي الشخصي، ممكن يبقى رأيك مختلف وانا متفاهم ده تماما، بس يعني انا عايز قبل ما اقول لك رأيي احكي لك حدوتة كده. معلش هبقى ممل شوية، ان عايز احكي لك عن بطولات الأوروبية زمان. زمان، وقت مثلا ما انا كنت اتفرج كده في التسعينات وفي بداية الألفية، البطولات دي كانت عاملة ازاي؟ لأن البطولات زمان لما تيجي تشوفها وتشوف تطورها لحد دلوقتي وتشوف كلام بعض رؤساء الأندية وتشيفر ان رئيس الاتحاد الأوروبي دلوقتي، هتكتشف يعني شوية حاجات عجيبة شوية. بص يا باشا، زمان البطولات الأوروبية كانت رافعة شعار الفرصة للأقلية والعدالة شوية في إعطاء فرص لكافة الأندية للمنافسة. يعني على سبيل المثال في التشامبيونز ليج في التسعينات، التوب فايف ليجز كان كل فريق بيتاخد منهم اتنين، او كل دوري يعني. هما الفرقتين اللي بيروحوا، اللي هولندا والبرتغال حاجه زي كده برضو. بعد كده بقى باقي الناس بقى ايه يعني، وفرقه كده من كل بلد. اعلى حاجه في الفرق انها تروح تشارك في التشامبيونز ليج كان بيبقى ثلاثه، في حال ان انت معاك حامل اللقب. يعني مثلا دورتموند خد بطوله 97، ففي 98 المانيا كان منها ثلاث فرق مشاركه في الشامبيونز ليج: دورتموند لانه حامل اللقب، وبايرن ميونخ، وباير ليفركوزن. 98 خدها ريال مدريد، ففي 99 شارك ثلاثه من اسبانيا واثنين من المانيا. المانيا رجعوا اثنين تاني. ثلاثه بتوع اسبانيا كانوا ريال مدريد، حامل لقب برشلونه، ودخل معاهم اتلتيك بلباو لو انا فاكر صح. ففي التسعينات نظام البطوله كان مرحلتين اقصائيين. في الاول اللي هو الملحق، اللي هو التصفيات اللي قبل المجموعات دي، كان بيلعبوا تصفيتين ورا بعض. والناس اللي كانت بتخسر من التصفيات دي كانت بتروح بطوله اسمها اليوفا كاب، جاي لك فيها كمان شويه. وبعد كده المجموعات كان فيها 24 فرقه. كان في كام فرقه كده ضامنين مكانهم في المجموعات على طول. الكام فرقه دول هم حامل اللقب والاوائل بتوع الدوريات الكبيره، انما التاني بيدخل يلعب التصفيه اللي قبل المجموعات. 24 فرقة في المجموعات بيتقسموا 6 مجموعات، كل مجموعة 4، بيتأهل أول 6 وأحسن 2 تواني يلعبوا دور 8، بعد كده سيمي فاينال، بعد كده فاينال، شكرا البطولة خلصت. طب وباقي فرق أوروبا؟ يعني أنت الدوري الإيطالي في التسعينات مثلا كان فيه فطاحل. فأنت بتتكلم إنك هتاخد ميلان ويوفنتوس يلعبوا تشامبيونز ليج، طب إنتر، طب بارما، طب لاتسيو. الفرقة دي كانت كويسة جدا ساعتها. قال لك ما احنا في بطولتين تانيين: بطولة كأس الكؤوس، ودي بطولة كانت قوية، ومن اسمها طبعا انت فهمت ان بيروحها بطل الكاس. ودي كانت مخليه بطوله الكاس اللي في البلد مهمه. هتقول لي طب ما فرقت ايه؟ ما هو بطل الكاس دلوقتي بيروح يلعب في اوروبا برضه، ايه الفرق يعني؟ ما كريستال بالاس بيلعب في اوروبا عشان هو بطل الكاس. هقول لك انك لما تروح تلعب في بطوله بيلعب فيها باقي شعب اوروبا، غير لما تروح تلعب في بطوله هي مخصصه لابطال الكاس بس. من الاخر، فرقه واحده من كل بلد بتلعب فيها، بالكتير فرقتين، لان حامل اللقب كان بيشترك في البطوله برضه. ده بيخلي فرص فوزك بالبطولة أعلى. فده بيخلي أحد المرات مثلا في التسعينات تقريبا 96 لو أنا فاكر صح، باريس سان جيرمان خد البطولة على حساب رابيد فيينا. ده بجد، رابيد فيينا وصل فاينل. لأن في النهاية البطولة هي ما فيهاش فرق كتير من التوب فايف ليجز، بس البطولة دي كانت مهمة لأن أنت عشان تكسبها لازم تكسب بطولة الكاس في بلدك. ولو ما كسبتهاش تقريبا كان بياخدوا التاني. يعني انا مش فاكر كان بياخدوا من دوري لا، بس اظن كان بياخدوا اللي وصل نهائي الكاس، اظن يعني عشان اكون بس يعني صريح فيها. الاهم بقى من كده
ان بطل البطوله دي كان هو اللي بيلعب السوبر الاوروبي مع بطل الشامبيونز ليج، فدي كانت تاني اهم بطوله في اوروبا. والبطوله دي كان ممكن تلاقي فيها مفاجآت، يعني مثلا غير موضوع رابيد فيينا اللي انا حكيت لك عنه، ريال ساراجوزا احد ابطال البطوله في مباراه كلاسيكيه ضد ارسنال وهدف محمد علي نعيم الشهير. ريال ساراجوزا كسب كاس اسبانيا قبلها بسنه، ثم لعب في هذه البطوله وفاز بيها، وعمل ماتش كلاسيكي ضد ارسنال في الفاينل كسب فيه بعد وقت اضافي، ثم لعب في البطولة اللي بعدها لأنه كان حامل اللقب، ولعب ساعتها لو أنا فاكر صح ديبورتيفو راكرونيا، لو أنا فاكر صح، لأنه هو اللي كان كاسب الكاس. فدي فترة ذهبية لفريق ريال ساراجوزا ده اللي هو بعد كده ما شمهاش. ريال ساراجوزا كان ممكن يكون مثلا، يعني مش شرط يكون كاسب كاس، ممكن يكون كان واصل فاينل في الكاس مثلا او حاجه، بس هو عموما ريال ساراجوزا ده لو تخيل معايا لو هو ما كسبش الكاس دلوقتي، ما هو مش هيروح يلعب في اوروبا، لان ببساطه شديده هو هيبقى 11 12 في الدوري وخلاص. بس عموما البطولة دي أنا شايف إن هي كان فيها تنافسية شديدة بالرغم من إن الفرق اللي بتلعب فيها ما كانتش أقوى حاجة، وده ياخدني للبطولة الثالثة. طب ما هو أنا لسه عندي ناديين مثلا في التوب فايف ليجز أقوياء ما بيلعبوش في أوروبا، هنعمل لهم اليوفا كاب اللي هي لو أنا فاكر صح كان اسمها كأس الاتحاد الأوروبي. البطولة بقى اللي هي بيبقى فيها برضو أسماء قوية، بس دي البطولة الثالثة تعتبر في أوروبا في الوقت ده. والبطولة دي ممكن تلاقي فيها أندية قوية، يعني مثلا في 96 خدها بايرن ميونخ، وتقريبا كان بيلعب بوردو في الفاينل لو انا فاكر صح، بوردو ده كان فيه زيدان سابقا، زين الدين زيدان يعني. فبرضه بطولة قوية، بس البطولة دي أقل شوية في الأهمية من كأس الكؤوس ودوري الأبطال اللي بيلعبوا السوبر مع بعض. فلما كانت فرق دوري الأبطال اللي طلعت من المرحلة الإقصائية اللي في الأول بتخرج، ما كانتش بتروح كأس الكؤوس، كانت بتروح دي. إحنا هنديلك فرصة تانية، بس مش هنديلك فرصة في البطولة اللي هي بتاعة كأس الكؤوس لأنه ما ينفعش، دي بطولة بتاعة الكؤوس، بس هنديلك فرصة في اليوفا كاب. أنا هاجي لك في الموضوع ده كمان شوية في الحاضر يعني. بعد كده جالنا موسم 99 2000، وده موسم فارق في تاريخ الكورة، لأن في الموسم ده قرر الاتحاد الأوروبي إنه يلغي بطولة كأس الكؤوس ويدمج اليوفا كاب مع كأس الكؤوس في بطولة واحدة، وأظن كانت ما زال اسمها يوفا كاب أو كأس الاتحاد الأوروبي ساعتها. ولو أنا فاكر صح النسخة الأولى كسبها جالاتا سراي، وبعد كده ليفربول كسب النسخة الثانية اللي كسب فيها ألافيز. والتشامبيونز ليج تغير نظامها، التشامبيونز ليج بقى ياخد فرق اكتر من الدواري الاكبر، التوب فايف ليجز. وبدات انت تشوف بقى الاربعات بقى ده تدخل، ان انجلترا، ان ايطاليا يروح منها اربعه والمانيا اربعه. وبدات انت تشوف بقى ايه، فرق اكتر من التوب فايف ليجز تدخل. وتغير نظام البطوله ساعتها الى ان بدل ما هي مجموعات 24 فرقه، لا هنعمل المجموعات 32 حاجه كده، زي بقى ما كاس العالم في 98 كانت 32 فرقه. وهناخد اول وتاني كل مجموعه هنلعب دور 16، بس مش هيتلعب نوك اوت، هيتلعب دور 16 مجموعات. والمجموعات دي كانت قويه جدا لان دول احسن 16 فرقه في البطوله بيلعبوا مع بعض مجموعات، اربع مجموعات، كل مجموعه اربعه، خد اول وتاني لعبهم دور 8 ثم سيمي فاينل ثم فاينل. وفضل نظام البطوله ماشي كده، انا اظن يعني لو انا فاكر صح لحد 2003 2004، او يعني موسم 2003 2004 او 2004 2005 تغير نظام البطولة، وبدأ دور ال 16 يبقى نوك اوت. قال لك بقى هنقلل عدد الماتشات، فانت كده شلت 4 ماتشات من الفرق اللي هم وصلوا دور 16 دول، قللت عدد الماتشات بتاعهم وخليتهم بيلعبوا نوك اوت. وده النظام اللي استمر طويلا لحد الموسم قبل اللي فات، وبعد كده اتغيروا بقى الدوري ده اللي رجع فيه ال4 ماتشات الزيادة. وانا فاهم انك هتقول لي هما ماتشين بس اللي زادوا بتوع الدوري، بس انت لو خدت الطريق الطويل للفوز باللقب زي بي اس جي ما عمل السنة اللي فاتت هيبقى 4. لان ببساطة انت هتلعب ماتشين بتوع الدوري الزيادة، فانت بتلعب 8 في مرحلة الدوري، وبتلعب ماتشين البلاي اوف اللي هو الدور ال 16 الاولاني ده، اللي هو بي اس جي لعب فيهم ستاد بريست لو انا فاكر صح. وببساطة شديدة
انت رجعت لفكره انك حطيت 4 ماتشات زياده برضه، وخليت اليوروبا ليج نفس الشكل، وخليت عملت بطوله ثالثه اسمها الكونفرنس وخليتها نفس الشكل. وبطوله الكونفرنس يعني بطوله اليوروبا ليج دي فيها الفرق الاكتر شويه. بطوله الكونفرنس هي مش بتاخد بقى اللي هم الابطال كؤوس، لا هي بتاخد اللي من تحت، اخر ناس بقى من دوري من تحت. وهنا هرجع لك تاني لفكره بقى كاس الكؤوس واليوفا كاب، انك لو كنت عايز تعمل بطوله دوري بمؤتمر كنت خلي الفرق، يعني مثلا انجلترا خدوا منها 4 فرق مثلا في الشامبيونز ليج مثلا يعني، والخامس والسادس نفترض ان اللي خدوا الكؤوس هم من اول 4 برضه، فانت هتاخد الخامس والسادس والسابع، الخامس والسادس هيروح اوروبا ليج والسابع يروح كونفرنس مثلا. لا انا لو سالتني كنت هاخد الخامس اوديه اوروبا ليج لوحده، والسادس والسابع يروحوا كونفرنس. اليوروبا ليج مش لازم تبقى كبيره، مش لازم تبقى لما فرق كتير، قلل شويه وخلي الفرق اللي فيها فرق قويه، وفي نفس الوقت يجي لها فرق من الدول الاقل في اوروبا تحاول تكسبها، ولم بقى الناس التانية بعد كده في اللي هو زي بطولة اليوفا كاب اللي كانت لما الناس سابقا. وغير كده بقى الناس اللي بتطلع من يعني نيس على سبيل المثال كان بيلعب في المراحل التمهيدية بتاعة التشامبيونز ليج الموسم ده، خسر، راح يلعب يوروبا ليج، لا يروح يلعب كونفرنس، ما يدخلش في البطولة القوية، ما انت خسرت اصلا في المرحلة التمهيدية بتاعة الشامبيونز ليج، ما ودكش في تاني بطولة من ناحية القوة، وديك في التالتة، هديلك يعني شيء ما تعويض عن ان انت ما لحقتش تلعب في اوروبا وانت واخد مركز كويس في الدوري بتاعك وبتاع، بس مش هدخلك في اليوروبا ليج. اليوروبا ليج المفروض يبقى فيها الكلاس بي او الصف الثاني، واللي يستحقوا يلعبوا فيها فعلا لان هم خدوا مراكزهم في الدوري، ما يدخلش معايا بقى فريق جاي من دوري ابطال، يدخل في الكونفرنس الثالثه ويقوي الكونفرنس اصلا اكتر. غير كده كمان في حاجه كانوا بيعملوها في الشامبيونز ليج في النظام اللي فات على طول والحمد لله انها اتلغت، ان كان مجموعات ال 32 الثالث بتاعها كان بيروح يلعب في اليوروبا ليج، ويا ريته بقى بيروح يلعب من الاول، لا ما انت خلاص انت لعبت مجموعه، انت انت مثلا مجموعات اليوروبا ليج برضو خلصت، فانت بتروح تلعب ادوار اقصائيه، فانت عندك فرقه في اليوروبا ليج لعبت مجموعه وقبلها ادوار اقصائيه وتعبت، وفي الاخر رايح يلعب فرقه جايه ثالث من الشامبيونز ليج، هو فشل في انه يتاهل في مجموعه الشامبيونز ليج اصلا. طب انا متفهم الفريق اللي انت بتوديه من الشامبيونز ليج في الاول بتاع الادوار التمهيديه ده، انا متفهم انك توديه يلعب في اوروبا على اساس ان هو يعني ما لحقش من الاخر، يعني ما لحقش يلعب في اوروبا، انما الفريق اللي لعب في دور المجموعه في الشامبيونز ليج ده ايه وضعه؟ ما هو ده لعب نص الموسم بتاعه في اوروبا مثلا. ما علينا، المهم ان النظام ده كله اتغير، ودلوقتي الثلاث بطولات بقوا منفصلين، محدش من هنا بيروح يلعب هنا، يعني في بعد الدوري ما بيخلص يعني، ودي نقطة كويسة. بس تعالى بقى ندخل في التشامبيونز ليج خاصة شوية. يبقى انا قلت لك نقطة على تقسيمة فرق اوروبا في البطولات، وقلت لك الفرق اللي بتطلع من دور التمهيدي في التشامبيونز ليج دي هتروح فين. يعني بس الموبايل كده شوية. طيب تعالى بقى في نقطة مهمة، وهي متعلقة بالمستوى نفسه بتاع مرحلة الدوري بتاع الشامبيونز ليج، ودي هنختلف فيها شوية. وهنا أنا هستعين بسيموني إنزاجي. سيموني إنزاجي السنة اللي فاتت لقى نفسه بيلعب مانشستر سيتي أول ماتش، اتعادل، عمل ماتش حلو تكتيكي، بعد كده وهو ماشي لقى في ماتش قصاد أرسنال، وفي نفس الأسبوع يا قبله يا بعده كان عنده نابولي في الدوري. نابولي ما بيلعبش أوروبا، سارح في الدوري شارخ محدش عارف يجيبه، وده ماتش المواجهة المباشرة. سيموني انزاجي قرر ساعتها ان هو يريح شويه لعيبه في ماتش ارسنال،
ويهتم اكتر بماتش نابولي. ليه؟ لانه كان ماشي في التشامبيونز ليج بشكل كويس، ولانه عارف ان ماتش ارسنال ده من الماتشات القويه، وانا سبق ولعبت سيتي، انا جاي لي شويه ماتشات بعد كده هعرف اكسبهم، فهعرف اجيب مركز في اول 8 برضه. ماتش ارسنال ده كرويا ما كانش حلو، وبالمناسبه انتر كسبوا بهدف من ركله جزاء لتشانانوجلو لو انا فاكر صح، وتعادل مع نابولي في نفس الاسبوع. فنجح سيموني انزاجي في اداره هذا الاسبوع. بعد كده بشويه جاله اسبوع مشابه، لاتسيو وباير ليفركوزن في الشامبيونز ليج. فطبعا سيموني انزاجي قرر ان هو يعيد نفس التجربه مره تانية، ريح اللعيبه في ماتش باير ليفركوزن. المره دي ما مشيتش معاه وخسر بجون في الدقيقه 90، بس للامانه هو داش من لاتسيو 6. وقبل الموسم ما يخلص بشهر مثلا او شهرين، سيموني انزاجي كان منافس قوي في الثلاث بطولات، الكاس قبل ما يطلع من ميلان، والدوري ودوري الابطال. في النهايه الحظ ما خدموش، وهو نفسه فرقه ما خدمتوش، يعني اللي هو عمله مع انتر ده كان اعلى حاجه ممكن يتعمل يعني. لكن في النهايه انت كان ممكن تبص الماتش انتر وارسنال ان هو ده ماتش من الماتشات القويه اللي النظام الجديد بتاع دوري ابطال اوروبا مديهولك، بدل ما انتر يبقى مع السيتي فيلعبوا رايح جاي بس ماتشين كده، لا انت خليته يلعب ارسنال. لكن الماتش ما كانش جامد، ما كانش كويس، لان في مدير فني اختار ان هو قال لك يا باشا انا مش ههتم بالماتش ده اصلا وهريح الناس فيه. ماتش انتر وباير ليفركوزن دي مواجهه بين سيموني انزاجي وتشابي الونزو مدير فني باير ليفركوزن في هذا الماتش، فالمفروض ان دي مباراه قويه. لكن للمره الثانيه مدرب انتر اختار ان هو يريح اللعيبه. هتقول لي ما هو سيموني انزاجي بس اللي عمل كده. هقول لك الموسم ده حته كده صغيره، ماتش ليفربول وريال مدريد في دوري الابطال النتيجه 1-0، وإن لم تخن الذاكرة ريال مدريد بعدها في الدوري عنده ماتش مع رايو فايكانو أو فريق آخر أيا كان. ترينت ألكسندر أرنولد لسه راجع من الإصابة، تشابي ألونزو خسران من ليفربول في أنفيلد 1-0، وأرنولد لسه جاي فريش من ليفربول لريال مدريد. تشابي ألونزو بيختاروا إنه ينزل أرنولد في الشوط الثاني علشان ياخد أحلى ترحيب سلبي من جماهير أنفيلد. ليه؟ عشان أرنولد هيبدأ الماتش اللي بعده في الدوري اساسي، فاحنا بنجهزه. انت داخل بتجهز ارنولد في ماتش ليفربول في انفيلد وانت خسران واحد، يعني انت لو شديت شويه وليفربول مش احسن حال يعني ممكن تتعادل. لكن انا اتعادل ليه؟ ما انا هلاعب اولمبياكوس بعدها، وانا اوريدي لعبت كايرات قبل كده وكسبتهم، وهلاعب موناكو، ولا مش عارف موناكو يعني فريق مش وحش، هلاعب مش عارف مين بعد كده. من الاخر ماتش ليفربول اللي هو المستوى الاول ده هيجي كام مره؟ يعني هم مرتين. اشد ليه؟ ما نزل ترنت عشان انا هستفيد بترنت في الماتش الجاي في الدوري. هتقول لي ده موقف يا عم وبتاع، طب خد واحده ثالثه بس في اليوروبا ليج بقى، لان هم بيلعبوا بنفس الطريقه. هتقول لي انت بتتفرج على اليوروبا ليج والكونفرنس ليه؟ اقول لك ان انا شأني شأن ناس كتير يعني، وقت الفراغ شويه اللي ممكن يبقى عندي الخميس بالليل جمعه الصبح، ده الوقت اللي ممكن، اللي هو الوقت اللي فيه ماتشات يوروبا ليج وكونفرنس يعني. المهم في الجولة اللي فاتت انا قاعد بتفرج الحدث الرئيسي بتاع ماتشات اليوروبا ليج اللي جاي على بين سبورت 1 وجاي له استوديو تحليلي وبتاع، مباراة روما وشتوتجارت. كابتن هيثم فاروق بيحلل بيقول لك ان الفرقتين دول زي بعض بالظبط، 12 نقطة، 4 انتصارات، هزيمتين، زي بعض، ماتش متكافئ جدا. جيان بيري جاسبريني مدرب روما عنده اي سي ميلان في الويك اند بعدها. لو انا فاكر العدد صح هو بدأ المباراة بأربع أو خمس لعيبة بس، تقريبا أربعة من اللي ابتدوا ماتش الدوري اللي قبله تقريبا كاليتشي، الباقي كله مش أساسيين.
اللي يغيظك اكتر ان روما كسب الماتش، كسبوا 2-0. بس حرفيا انا عارف ان انا بقالي كتير ما بتابعش روما، بس انا مش عارف حد. يعني هم الكام لاعب اللي هم اظن اصلا اساسيين، اللي هم مثلا يعني انا ما اعرفش حتى مؤثرين ولا لا الامانه يعني، بس تسيميكاس على ايفان فيرجسون 3-4. اللاعب اللي عمل اسيست الجون الاولاني واللاعب اللي جاب الجون الاولاني انا ما اعرفهمش، مع ان اللاعب اللي عمل اسيست الجون الاولاني استوديو التحليل قال لك ان هو ده اللاعب اللي احدث الفرق وعامل شوط اول حلو، وده حقيقي فعلا. ما اعرفوش، ويمكن يكون من الاساسيين وانا ما اعرفوش يعني، وده تقصير مني. بس هم نفسهم اللي قالوا ان روما مريح لعيبه علشان الميلان، وده حقيقي. ما فيش ديبالا مثلا، مفيش الناس الا لو كان مصاب ولا حاجه. فادي برضو اليوروبا ليج انت برضو بتعمل فيها نفس القصه. الماتش الهيد تو هيد الكبير الجامد انا ما بقتش محتاج اكسبه، لان في 6 ماتشات تانيين انا احسن فيهم، فلو كسبتهم هجيب 18 نقطه وهضمن مركز من اول 8. في التشامبيونز ليج شيل برشلونه وبي اس جي وبايرن، دول اكتر 3 انديه من اللي هم الصف الاول هم فعلا بيلعبوا بجد. يعني انت تحسهم ان مش فارقه بقى معاهم هو الماتش ده ماتش تشامبيونز ليج ولا ده ماتش دوري ولا ده ماتش مش عارف ايه، لا احنا بننزل نقاتل في كل ماتش، ومش بالضروره كل ماتشات 100%، بس هم دول اكتر 3 انديه انا بحس ان هم فعلا ممكن يدوا لك ماتشات كويسه. عشان كده ماتشاتهم مع بعض السنه دي كانت حلوه، وماتش بايرن وبرشلونه بتاع السنه اللي فاتت اللي كان في مرحله الدوري برضه، الماتش بتاع رافينيا اللي 4 ده. هتقول لي ارسنال، هقول لك حلو. بمناسبه ارسنال بقى، كان في ارسنال وانتر في الجوله اللي هي مش اللي اتلعبت بقى دي بقى، اللي فاتت دي. ديكلان رايس ما كانش بادي. انا بسمع المذيع الاجنبي بيحاول بالبلدي كده يليسها ويجيب لك سبب ان ديكلان رايس مش بادي، فبيقول لك اصل ديكلان رايس عنده انذار، يعني مهدد بالايقاف. يعني ارسنال، هو طبعا هو الراجل يعني هو مش عايز يقول لك اصل هو بيريح علشان يونايتد يعني. ارسنال خايف ان ديكلان رايس يتوقف اخر ماتش اللي هو 100% تحصيل حاصل لان انت متصدر الترتيب، فقرر انه ما يلعبش ديكلان رايس في الماتش، ونزل في الشوط الثاني بعد ما بقت النتيجه مش عارف 2-1 ولا 3-1، كانت 2 باين وجيوكريس نزل جاب جون او نزل بعد الثالث ايا كان يعني. طب ما كان ممكن ياخد انذار ساعتها يعني. انا فاهم ان هو الراجل بيحاول يجيب لك اي سبب، بس في النهايه رأيي أنا الشخصي قد تتفق أو تختلف، وأنا معلش طولت عليك، إن النظام الحالي لو أنا مدير فني ما بهتمش بشكل الكرة الحلوة، أنا عايز أكسب وفي النهاية ده طبيعي. أنا هقيسها قياس إن والله الماتشين الجامدين اللي أنا كسبانهم في البطولة بقى، اللي هم أصلا الماتشين الجامدين اللي أنا عامل الليلة دي كلها علشانهم، أنا مش لازم أكسبهم أصلا. وبما إن الأول والثامن هم زي بعض، يعني الاول بتاع الدوري السنه اللي فاتت اللي هو ليفربول خرج من دور ال 16 من بي اس جي، ما جاتلوش قرعه حلوه يعني، فايه لازمته ان انا اقعد احرق في الثمان ماتشات كلهم؟ ده اصلا بطل البطوله السنه اللي فاتت لعب الملحق. فانا شايف ان دي نقطه سلبيه في النظام بصراحه، ومخلياني حاسس ان الماتشات الكبيره بتاعت الفرق الكبيره مع بعض مش احسن حاجه. اللهم الا الثلاث فرق اللي انا قلت لك عليهم ان هم فعلا بيدوا لك ماتشات كويسه. ريال مدريد وليفربول كان ماتش سيء. انتر وارسنال ما عجبنيش. انتر وليفربول انا اسف زي الزفت. مفيش ماتش انت شايفه ما بين الفرق الا الثلاثه دول هم اللي ماتشاتهم كانت كويسه. برشلونه وبايرن انا بتكلم هتيجي تقول لي مثلا في يوفنتوس ودورتموند مثلا الاربعه اربعه ده، طب ما هو ده يتعمل في مجموعات ال 32 عادي. انا بكلمك في الماتشات اللي فيها مستوى اول مع مستوى اول اللي انت كسبانها بالنظام الجديد ده.
طب هل أنا جاي أنتقد وخلاص؟ لأ، أنا جاي أقترح عليك نظام تاني. النظام اللي كان بيطبق في بداية الألفية، والنظام المتعلق بإن دور ال16 يبقى مجموعات. لأن أنت معاك 16 فرقة هم كويسين في البطولة، كويسين في التشامبيونز ليج، وبيقدموا لك ماتشات كويسة، لأن أكيد ده اللي خلاهم يكسبوا المجموعة بتاعة ال 32. هتقول لي ممكن تبقى مجموعة سهلة، هقول لك ماشي، ما هو المجموعة بقى بتاعة دور ال 16 هتبقى صعبة، فده هيدي لك ماتشات فيها تنافسية أكتر، ومش هتعرف تريح فيها ناس أكتر، لأن الماتش اللي أنت هتريح فيه ده الماتش اللي بعده هو ماتش جامد مش ضعيف، لأنك هتلاعب فرقة من ال 16 الجامدين. والحالة الوحيدة اللي انت هتريح فيها لعيبة ان انت تكون ضمنت تأهلك كأول، لانك لو جيت تاني هتلبس في واحد من الاربعة الاوائل. فبالتالي لو انت ضمنت تأهلك زي مثلا ارسنال كده ما ضمن تأهله، طب ما خلاص ما ريح بقى لعيبة بقى، يعني ما هو برضو ما هو في الدوري الثمان ماتشات دول لو فريق حرق شوية في اول 5 ماتشات شكرا، اريح بقى في الثلاثة التانيين، وممكن يبقى فيهم ماتش من الماتشات الجامدة اللي انت منتظر بقى ان انت تتفرج فيه بقى على تنافس. فالحل بتاع ان المجموعات تبقى دور ال16 هو زود 4 ماتشات برضو، اللي هما توتال اللي انت زودتهم هنا لو فريق لعب ملحق وبعدين كمل في البطولة زي PSG ما عمل السنة اللي فاتت. لكن انت زودت ماتشات قوية في وقت قوي في مجموعة اقوى، فقللت فرصة ان اللعيبة تريح. هتقول لي ما انت كده طحنت اللعيبة يا عم الحاج، اقول لك ما انت عايز ايه؟ ما انت عايز تتفرج على ماتش كورة حلو في النهاية. انا كوليد انا عايز انا بشجع مثلا يونايتد اللي هو ما بيلعبش في البطوله، ومثلا برشلونه، غير كده انا عايز اشوف ماتشات كويسه، فمش عايز اشوف الصف الثاني بتاع فرقه بيلعب بصراحه. عايز بقى ترحم اللعيبه شويه، ارجع للنظام اللي كان موجود من موسمين، دور ال 32 يتلعب مجموعات ودور ال 16 نوك اوت وشكرا، وشيل الاربع ماتشات الزياده. ده حل تالت. الفكره ان اوروبا حاولت ما تنفذش فكره السوبر ليج، ودي النقطة اللي فلورنتينو بيريز راجل بقى خبرة وبقى خلقه ضيق. بصوا يا جماعة احنا بنضحك على بعض، الناس في العالم مش عايزة تشوف ريال مدريد بيلعب كايرات، مع احترامي الكايرات، الناس عايزة تشوف ريال مدريد بيلعب ليفربول وبرشلونة وبتاع، ما تعملوا لنا بطولة وندك احنا في بعض. جاب من الاخر. تشيفرين وقف وقال لك لا، الأندية الصغيرة. طب حضرتك لو كنت عايز الأندية الصغيرة كنت ارجع بقى للأنظمة القديمة اللي ما بتاخدش فرق كتير من التوب 5 ليجز. بس منين حضرتك عايز الأندية الصغيرة، ومنين في أتوبيس محمل 6 فرق من إنجلترا بيلعب في الشامبيونز ليج، بيلعبوا في الشامبيونز ليج السنة دي؟ أنا خايف ألاقي 6 من إنجلترا ومش عارف كام في اليوروبا ليج من إنجلترا، مش عارف، أنا خايف ألاقي إبسويتش اللي هبط بيلعب أوروبا. ما هو منين إحنا عايزين ندي فرص للفرق بتاعت بقى النرويج بقى ومش عارف ايه مين وبتاع، ومنين واخد 6 فرق في الشامبيونز ليج من انجلترا؟ 6 من ال36، و5 من اسبانيا، من ضمنهم بلباو وفيا ريال، اللي هم حرفيا بلباو بالاخص. فيا ريال عمل ماتشات كويسه منهم ماتش مع يوفنتوس، لكن اتلتيك بلباو ده حرفيا ضيف شرف. اللي انت عملته احنا بنسميه كده في مثل شعبي عندنا، انت لا طلت بلح الشام ولا عنب اليمن. انت لا انت عملت سوبر ليج ولا انت عملت بطولة عادلة للتشامبيونز ليج، انت عملت شيء في النص غير مفهوم. وبالتالي عايز تزود شوية ماتشات تنافسية في التشامبيونز ليج، ما تجيبليش فرق زيادة من انجلترا واسبانيا. اعمل دور ال16 مجموعات، وخلي ال16 فريق الجامدين اللي طلعوا من البطولة دي يخبطوا في بعض بس. فيبقى عندنا 3 اختيارات. قول لي رأيك برضو، انا خلي بالك انا مش عايز افرض عليك رأي. في واحد هيشوف ان النظام الحالي كويس، يا باشا على عيني وعلى راسي، انا ما عنديش مشكلة خالص. يمكن انا في ماتشات كويسة وانا ما شفتهاش، يجوز. فانت عندك 3 انظمة، النظام الحالي كما هو، والنظام بتاع ان يبقى دور 32 مجموعات ودور 16 مجموعات،
ونظام اللي كان من سنتين ان دور 32 مجموعات وال16 نوك اوت ونرجع زي ما كنا عليه خالص. قول لي رأيك، انت شايف اني منهم احسن واحد؟ زائد النقطة التانية اللي اتكلمنا عنها، ان بطولة اليوروبا ليج يبقى فيها أندية صفو عددهم أقل شوية، والفرق اللي هتطلع من المراحل الإقصائية بتاعة الشامبيونز ليج زي فنربخشة برضو اللي ما تأهلش في الشامبيونز ليج وراح يلعب يوروبا ليج، نيس، الناس دي تروح بطولة الكونفرنس اللي هي البطولة الثالثة اللي هي كانت زمان اليوفا كاب، اللي هي خلينا نتكلم بصراحة كده هي البطولة الأقل أهمية، بس بتدي فرصة حلوة للأندية دي إن هي تلعب أوروبا. والنادي اللي هيبقى خامس دولي مثلا او النادي الكبير اللي ما قدرش يلعب الشامبيونز ليج يلعب يوروبا ليج مع الانديه اللي زيه، ويبقى ده مستوى تنافسي كويس وما يجلوش حد من بطولات تانية. ويا ريت، مع احترامي يعني، ولا اقول لك بلاش، انا كنت هقول لك ان بطل اليوروبا ليج ما يلعبش الشامبيونز ليج بس ده سبب بيخلي اليوروبا ليج اكثر قوه، وبطل الكونفرنس يلعب اليوروبا ليج بيخلي اكثر قوه، فممكن تسيب دي، بس ملهاش لازمه انك يعني يبقى بالكتير عندك 4 5 بالكتير من البلد موجودين في الشامبيونز ليج بس 6 فرق من انجلترا، وكان ممكن يبقوا 7. لو كان انجلترا مش عارف خد بطولة ايه، كان ريتشارد كيز الراجل بتاع الاستوديو التحليلي الانجليزي بتاع بي ان السنة اللي فاتت بيقول لك ان كان ممكن يبقوا 7 فرق من بلد واحدة في الشامبيونز ليج، ليه؟ هما بالكتير 5، ده كده انا موجب معاك قوي يعني. بس يعني ده رأيي في دول، وانا متفاهم تماما لو انت عندك رأي مختلف. قول لي لو انت شايف ان النظام ده كويس، تمام. لو شايف ان في نظام تاني احسن قول لي برضه نفكر فيها مع بعض. شكرا جزيلا لحضرتك.